تخيل واحد ينشنق قدام كل الناس وبالتابوت يصحى. بس قبل ما نبدأ، هاي مش قصة رعب ولا خيالية، هاي قصة حقيقية وسببت بتغيرات قضائية جذرية ليومنا هذا. في سنة 1724 ست اسكتلندية باسم مارغريت ديكسون خلفت طفل بالسر بعلاقة غير شرعية، والطفل بعد فترة مات. ولأنه البنت متهمة بالزنا ربطوا موت الطفل بأنه متعمد واتهموها بقتله. قررت المحكمة بإعدامها شنقا، بغض النظر لو كانت البنت بريئة أو مذنبة. المحكمة بأدلة ضعيفة حكمت عليها بالإعدام شنقا، وفي يوم تنفيذ الحكم جمعوا حولها ناس وبشكل رسمي أعدموها. الكل شافها وهي بتدلع عن الحبل، بس بعد ما أخذوها بالتابوت للدفن صحيت حرفيا، فتحت عيونها وبدأت تتحرك. الناس عاودوا يطلعوها من التابوت وأخذوها على المحكمة، بس هيئة القضاء رفضت إعادة محاكمة البنت لأنه معتبر إنه الحكم تم تنفيذه فعلا، وما بجوز تنفذ نفس الحكم على نفس المتهم على نفس الجريمة مرتين. فأطلقوا سراحة، ومن هذاك الوقت والمحكمة عدلت على قانون الإعدام بالإعدام شنقا حتى الموت.